السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. إن شاء الله النهاردة تكملة الفيديو فوائد قشر الرمان. طبعا عملنا منه المغلي لقرحة المعدة والتهاب الحلق ولا إله إلا الله والديدان طبعا بيقطع على الديدان الشراطية اللي في البطن والإسهال وتطهير لكل أجهزة الجسم كده، وبيقوي المناعة. تحفة يا حبايب قلبي، وبيحفز الخلايا النافعة وبيقضي على الخلايا الضارة في جسمنا. فوائده خطيرة يا حبايب قلبي، لا تحصى ولا تعد. يعني نعمة كده من عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني صيدلية فعلا كاملة متكاملة. طبعا بقيت مغلي الرمان اللي أخدنا منه لالتهاب الحلق أو لجرثومة المعدة، هنزود عليه بالشكل ده، هنضيف عليه كمان روزماري وقرفة قطع اللي هي السيجار كده، وبنكسرها. لو مش متاح هنحط المطحون بتاعها. ده خطير يا حبايب قلبي. إن شاء الله بنستخدمه لملء فراغات الشعر والتساقط الشعر، جميل جدا جدا. وبنرش برضو منه كده او ندهن منه على الاماكن اللي هي فيها تقرحات او فيها اي اصابات في جسمنا، بيساعد على التئام الجروح. وبناخد برضو من المطحون ده، بنعمل منه ماسك ان شاء الله اللي احنا طحناه، ماسك كده للتصبغات بتاع الوجه. خطير يا حبايب قلبي، تحفة ان شاء الله. فوائده جميلة جدا جدا، يعني مهما نتكلم في فوائده مش هنقدر نلم بكل الفوائد بتاعته. بنسيبه على النار يغلي كويس جدا جدا لما القشور بتاع الرمان تتهري، والروزماري والقرفه يطلعوا كل الزيوت العطريه اللي فيها بالشكل ده. بنصفيه تماما ونسيبه لما يبرد او يبقى حراره المكان كده. بنحطه في البخاخه وبنحطها في التلاجة كده يا حبايب قلبي، ونضيف نرش كده منها على الفروة بتاعة الرأس كده، اللي بيملى الفراغات وبيمنع التساقط، وجميل جدا جدا، وبيطول وبينعم الشعر ان شاء الله. وفوائد طبعا اكتر من كده بكتير. لو في اماكن متقرحه كده او في اي قرح، جميل جدا جدا. والروزماري والقرفه مفيدين جدا، يعني عادي جدا ان احنا برضو نشرب منه على الريق كده، بس ما يبقاش فيه افراط او اسراف في الشرب فيه، عشان ما يتحولش لحاجه طبعا تتعبنا جدا. كل يومين كده نشرب منه مره على الريق او قبل النوم، حتى لو اكلنا الرمان نفسه. خطير جدا جدا وفوائده جميله يا حبايب قلبي. ان شاء الله كده تجربوه، وما تنسونيش من الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس، وكومنت حلو، والاشتراك كده في القناه، والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء لاخواتنا بالنصر والتمكين. ان شاء الله يا حبايب قلبي، يا رب اكون افدتكم ولا بمعلومه. ونحط البخاخه كده في التلاجة عشان ما يفسدش مننا. تحفه يا حبايب قلبي. وده طبعا الباقي كده هنشرب منه. الروزماري مفيد، والقرفه والرمان معانا ممكن نشربه برضو كده زي الشاي الكشري، زي المطحون الرمان، زي المغلي الرمان. جميل جدا جدا، زائد فوائد بقى الروزماري والقرفه. ما تنسونيش من اللايك يا حبايب قلبي والاشتراك في القناه. ده شكله حبايب قلبي تحفه تحفه تحفه، ما شاء الله اللهم بارك. جميل يا حبايب قلبي. ان شاء الله كده تجربوه، اول مره يشوفني ما ينساش في الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس، وكومنت حلو كده. ان شاء الله يا رب يا رب يكون استفدتم ولو بمعلومه واحده. لو الفيديو عجبكم اشتركوا في القناه واللايك وكومنت حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل يا حبايب قلبي. وده هنشوف مع بعض كده.